أكتوبر 2015 جون برانن جاته مكالمة غريبة جاية من واحد الرقم مجهول. تردد في ثواني ومن وراها جاوب. الو، جون برانن. شكون انت؟ انت راك خاسر. إذا ما كانش جون برانن هو جون برانن كانت غادي تبان هاد المكالمة عادية، شي حد كيتفلى، ولكن هنا جون برانن هو واحد من أقوى الشخصيات على وجه الأرض، الراس ديال CIA، رئيس وكالة المخابرات المركزية. شكون انت وكيفاش لقيتي الرقم ديالي؟ هادشي كان ساهل بزاف، انت غمكلخ. شنو بغيتي؟ ما بغيت والو، انت في الملك ديالي دابا اصلا. شحال باغي؟ باغي 5 تريليون دولار. الحكومة الأمريكية صنفات هاد المكالمة كمؤامرة كبيرة، واللي اتصل غادي يدفع الثمن غالي في هادشي. علاش كدير هادشي؟ باغيين منك توقف وما تبقاش تقصف الشرق الاوسط. في واحد الدار في انجلترا دري في عمره 15 سنة جالس في بيتو شاد تليفونه في يديه ومازال ما مستوعبش شنو هادشي اللي دار. مسمي راسو كراكا وهو الزعيم ديال مجموعة كراكاس اللي حرجوا جهاز الأمن ديال أمريكا ملي سربوا معلومات شخصية وبيانات ديال ضباط شرطة أمريكيين وعملاء ديال FBI ومسؤولين في وزارة العدل. وماشي غير هادشي، وسلموا وثائق سرية لجوليان أسانج صاحب موقع ويكيليكس للتسريبات. ومن بين أشهر الأنشطة اللي دارتها أنونيموس، They call themselves anonymous. الحقيقة هما هادوك أنونيموس، وهادي هي القصة ديالهم. معكم مصطفى سيكونات. في 2008 في فيرجينيا دري مسمي راسو في الانترنت ديفولت. دري كيعجبوه العاب الكمبيوتر والكوره ويلعب مع الكلب ديالو، وتقريبا ديما كتشعل ليه مع باه. في واحد الفتره ديفولت بدا كيغش في العاب الكمبيوتر، وهادشي اللي عطاه حافز بانه يخدم الكمبيوتر ديالو فشي حوايج ما خاصهاش دار. فبدا كيتعلم كيفاش كتخدم اجهزه الكمبيوتر، وكيتعلم كذلك كيفاش تخليها تطيع الاوامر ديالك. ففي عام 2008 كان وقت مناسب باش يدخل لعالم الاختراق، حيث كانت انونيموس في داك الساعه في الطوب ديال النشاط ديالها. انونيموس كيجسدوا روح الحريه من خلال الفوضى، وبينوا كيفاش يمكن لك تجبر العالم انه ينتبه ليك بلا ما تكون مضطر انك تخرج من بيتك. وديفولت عجباتو هاد القضيه وما كرهش حتى هو يكون معاهم، فبدا كيتعلم القرصنه من الاول حتى الاخر، وقدر انه يخترق مواقع عشوائيه في الانترنت. وكل مره كيتحدى راسو باش يشوف واش يقدر يخترق مواقع اخرى ولا لا. فبدا كيقلب على انونيموس وكيفاش يلقى شي طريق باش يدخل معاهم، ومن بعد بحث طويل بدا كيلقى العلامات ديال انونيموس. ولكن الاعضاء ديال انونيموس كيتم الاعتقال ديالهم واحد من مور واحد، فكان صعيب انهم يثيقوا في اي واحد باغي ينضم ليهم، وكذلك صعيب عليهم انهم يتاكدوا من الاشخاص اللي باغيين ينضموا ليهم واش من FBI ولا فعلا شي حد باغي يكون معاهم. وحيت انونيموس هي المجموعه الوحيده اللي كانت نشيطه في ذاك الوقت، فكانت وسائل الاعلام مسلطه عليهم الضوء بزاف، وفي المقابل وحيت عليهم العينين بزاف كانت الطريق مفتوحه لهاكرز اخطر منهم ولكن خدامين بالسكات. ديفولت كان كيتورط مع مجموعات ديال الهاكرز متفرقه، واحده منهم سميتها اينونسيك، وهي مجموعه ما كتحملش انونيموس ولكن كتشبه ليها وكدير عمليات قرصنه اللي كيكون الغرض منها سياسي. اينونسيك مجموعه كبيره وكتحكم في بوتنت، وبوتنت هي عباره عن مجموعه من اجهزه الكمبيوتر اللي مصابه ببرامج ضاره وتحت السيطره ديال شي حد. يمكن لك تستعمل هاد البيسيات باش تزيد تنشر داك البرامج الضاره اكثر واكثر، او يمكن لك تهجم على سيرفر باش تزيد الضغط عليه ويوقف. ديفولت كان كيدور بين داك البيسيات كيشوف شنو كاين وكيشوف اشنو اللي رجع تحت السيطره ديالهم. فلقى واحد منهم من كليه الطب في كندا سميتها وينزور، ففجاه لقى راسو عنده امكانيه انه يوصل للموارد الماليه ديال الكليه، ولقى سجلات ديال الطلاب اللي مازال الكليه كتسلهم فلوس واللي وصلت لتقريبا 9.5 مليون دولار. وتحت هاد الليسته كانت موجوده واحد الحاجه، الزر اللي يقدر يمسح كل شيء. فكيفاش غادي يحبس راسو انه ما يبركش عليه؟ ديفولت كل مره كيزيد يتعمق في القرصنه، وحتى هو رجع من الاوائل اللي تبناو العملات الرقميه وجمع كميه كبيره من البيتكوين، اكثر من 1000 بيتكوين، يعني بالحساب ديال اليوم راه تقريبا اكثر من 60 مليون دولار. وكان محافظ عليهم في واحد الديسك دير في البيت ديالو، وكان موسوس وديما حاضي راسو حتى انه ما عمرو دخل بالويفي ديالو
كان ديما كيستخدم الويفي ديال واحد المطعم قريب ليه، وديما كتلقاهم كونيكتي ببرنامج طور، وملي كيطفي الاجهزه ديالو كيتاكد انه تم التشفير ديالها عاد كيخرج، وملي كيعاود يشعلها كيكون لازم عليه يستنى نص ساعه وكثر باش يتم فك التشفير ديالها. وما عمرو كيقول لشي حد شنو كيدير، حيت هو عارف ان عنده بزاف ما يخسر، ولكن اكيد ان هادشي ما كافيش. انجلترا في 2015 في واحد الدار في مدينه هادئه ما فيها ما يدار من غير تفرج في التلفازه والدخول للانترنت. كراكا اللي في العمر ديالو 15 سنه كيدوز الوقت ديالو في داك الجوج اللي قلت، يتفرج ويتصفح الانترنت، وطالع عليه الدم بخصوص التدخل ديال الولايات المتحده في الشرق الاوسط، ورجع مركز بالاخص على فلسطين، وكيشوف ان الولايات المتحده مسؤوله بشكل مباشر على الوفيات والمعاناه في غزة. فقرر انه يدير شي حاجه بخصوص هادشي. كان من الضحايا ديالو الاولى جيمس كلابر، مدير الاستخبارات في عهد اوباما. كلابر كان من اهم واعلى الاعضاء في الاستخبارات، والنمره ديال تليفونه والعنوان ديالو سهل تلقاهم بكليك واحده في جوجل، وهادشي كيزيد يعطي الكراكا معلومات اضافيه باش يسهل عليه ويقدر يخترق الايميل ديال كلابر. فنشر هادشي في تويتر وقدر يجذب الانتباه ديال ديفولت. كراكا كان كيشد المكالمات الهاتفيه اللي غاديه للدار ديال كلابر وكيحولها لحركات فلسطين حره، وديفولت دار تويت كيحترم فيه هادشي اللي دار كراكا، وهنا فين بداو بجوج بيهم كيدويو مع بعضهم. فكراكا وديفولت معصبين على القضيه ديال فلسطين، وبدا كراكا وبعض الهاكرز من فريق CWA كيستهدفوا بعض المسؤولين الكبار في الاستخبارات باش يحرجوهم ويبينوا لهم انهم ضعاف وماشي قويين كيف ما كيظنوا. وفي الراس ديال هاد الليست جون برانن، رئيس وكالة المخابرات المركزية CIA. برانن بحال كلابر عنده معلومات كافية في الانترنت تقدر تلقاها. كراكا ملي شاف التليفون ديالو وبحث فيه مزيان عرفوا انه من شركة الاتصالات فورايزن، فاتصل بالدعم الفني ديال شركة فورايزن ومثل عليهم انه تكنيسيان خدام حاليا في واحد المشكلة ديال واحد الكليان. الدعم الفني طلب من كراكا الماتريكول ديالو وفعلا عطى ليهم وحدة، فهنا الدعم الفني عطى لكراكا الامكانية انه يدير كل شيء. وفجأة رجع عند كراكا رقم الحساب ورقم التعريف والعنوان والبريد الالكتروني ديال جون برانن، وهكذا قدر يبدل المود باس ديال الايميل. فبمجرد ما دخل الايميل ديالو كراكا لقى فيه النمره ديال التليفون الشخصيه ديال جون برانن وبارطاجاها مع ديفولت، وهنا فين بداو كيتصلوا بمدير وكاله المخابرات المركزيه وما هناوش حتى العائله ديالو. جون برانن خاف وتقلق من هاد المكالمات حيت ماشي ديال الضحك، وما كان حتى حد عارف شكون اللي كيتصل شنو النوايا ديالهم. فقرر جون برانن انه يتخبى لبعض الوقت ويزيد حمايه اضافيه لدارو ولعائلته. اما كراكا ملي اخترق الايميل ديالو قدر يوصل لوثائق سريه حساسه واللي نشر بعض منها في تويتر، ومن مور هادشي تعطات هاد المعلومات لجوليان اسانج باش ينشرها في الموقع ديالو ويكيليكس، وفعلا تم النشر ديالها في اكتوبر 2015 واللي كلفت الوكاله تقريبا خسائر كتقدر $1.5 مليون. اختراق الايميل ديال جون برانن كان محرج للCIA وفي نفس الوقت كان ساهل بواحد الشكل ما تصوروش، فزادوا طلقوا معلومات كتر وكتر وقدروا يخترقوا الايميل ديال نائب مدير الFBI مارك جوليانو، وتم فين اكتشفوا معلومات شخصيه على تقريبا 9000 مسؤول في وزاره العدل و20,000 عميل FBI، وهادو كاملين تم النشر ديالهم حتى هما. وماشي غير هادشي، وبداو كيفتحوا مؤسسه من مور مؤسسه. فواش هاد الدراري كانوا فعلا كيظنوا انهم غادي يفلتوا بهاد الافعال ديالهم؟ كراكا عرف ان الافعال ديالو دارت ضجه كبيره، وكان عارف انه غادي تكون عواقب حتى هي كبيره، ولكنه ما كانش عارف اشنو هي بالضبط هاد العواقب. ديفولت كيف ما ديجا قلت فيه الوسواس وكان كيضرب الحساب لكل شيء، ولكن في الاخر دار غلط كبير. في واحد النهار كان ديفولت كيلعب مع صاحبه الاكس بوكس وكيدويو، حتى سولو داك صاحبه واش سمعتي بالاختراق اللي وقع لمدير CIA، وهنا فين زلق ديفولت وجاوبو حيت كان سكران. راه حنا اللي درنا داكشي. وديفولت قال مع بالو ان صاحبه ما غادي يدير والو بهاد المعلومات حيت ما كانش كيظن ان صاحبه غادي يتيقو اصلا، ولكن اليوم ديفولت مأكد ان داك صاحبه فعلا هو اللي باعو. الFBI ما دقاتش الباب اصلا، دخلوا الFBI للبيت وتصادفوا مع الكمبيوتر يلاه سلفك التشفير وهما موجهين ليه سلاح في وسط وجههم. خرجوه برا وكوبياو الديسك ديالو قبل ما يتشفر وخداو جميع الماتريال. ديفولت عرف انها النهايه، ولكن الجزء الصعيب هو ملي شاف الFBI هازين الديسك ديالو اللي فيه اكثر من 1000 بيتكوين.
كراكا حتى هو تم القبض عليه من طرف قوات الشرطة البريطانية وخداو الماتريال ديالو كامل حتى هو، وكذلك تم القبض على 3 آخرين من فريق CWA في الولايات المتحدة الأمريكية. كراكا حيث كان قاصر في بريطانيا تم الحكم عليه بعامين فقط، وكان أول قاصر في بريطانيا كيتم السجن ديالو بتهمة القرصنة. حاليا كراكا دار عقله وغادي غير مع الحيط وباغي غير يخدم في مجال الأمن السيبراني ويكمل حياته العادية. أما ديفولت وبالرغم من أنه كان ما مورطش قد كراكا ولكنه دفع الثمن كتر منه، حيث تم السجن ديالو لمدة 5 سنين وكان لازم عليه يدفع تعويض 145 ألف دولار. وماشي غير هادشي، والأغلبية ديال الوقت كان في الحبس الانفرادي. وفي الجلسة ملي كانت المحاكمة ديالو قال: كنت كنظن أن داكشي اللي كندير كان صحيح وباغي ندير العدالة السياسية، ولكن من بعد عامين اكتشفت أنني كنت غلط تماما. فسواء كانت النية ديالك مزيانة وكتشوف ان داكشي اللي كتنشر وكتسرب راه عنده قيمة، وحيت انت معصب وما عجبكش الحال من داكشي اللي كتشوف، فعرف ان اللعب في هادشي غادي يقدر يغير المسار ديال حياتك الى الابد. ونشوفكم بخير.